بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نرمين يا حبيبتي، أنا عايزك تحافظي على مرتبك شوية. انت شغالة بقالك شهرين ومرتبك كله رايح على كلام فاضي. هعمل ايه يا حبيبي؟ ما أنا بحب أشتري كل احتياجاتي الخاصة بيا. يعني ايه احتياجاتك الخاصة؟ ما ينفعش طبعا. انا عارف ان انتي مش هتعرفي تحوشي اي حاجة من مرتبك، عشان كده انتي تديني كارت الفيزا بتاعك وتنسي مرتبك ده خالص. انا بقى يا ستي اللي هحوشهولك. انت اللي هتاخد الكارت بتاعي؟ ازاي؟ امال انا بشتغل ليه؟ انا بشتغل عشان اجيب حاجات ليا واتمتع. بس انا اللي مسؤولة عنك دلوقتي. وما تقلقيش يا ستي، انا هظبطك. هديكي مصروف ليكي وهديكي مصروف للبيت. ماشي يا ماجد، انا موافقة. ماجد يا حبيبي، انا محتاجه الفيزا بتاعتي. اصل شفت بلوزه وشنطه بصراحه عاجبني قوي. هم غاليين بس نفسي فيهم. وبعدين انت من ساعه ما خدت الفيزا بتاعتي وانت ما بتدينيش يعني فلوس كتير، يا دوبك الفلوس على القد ومش عارفه اجيب الحاجات اللي نفسي فيها. طب وانت يا حبيبتي ليه ما قلتليش ان مصروفك الشخصي ما بيكفيكيش؟ خلاص خدي من الفلوس اللي في الاوضه جوه، بس اهم حاجه تعرفيني. انت هبله يا نرمين. انت بقالك اكتر من سنه شغاله وكل ده وسايباله الفيزا؟ ده زمانه حوش فلوس من وراكي قد كده يا بنتي. لا يا ماما، ده ماجد بيشيلهم لي عشان يحوش لي. اصل انا ما بعرفش احوش حاجه. وانت طبعا من هبلك صدقتيه. يا حبيبتي ده بيقولك كده عشان يرميلك ملاليم وياخد فلوسك كلها. ايه ده؟ تفتكري يعني يا ماما ماجد يعمل كده؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تروحي طبعا تتخانقي معاه وتزعقي له وتبهدليه وتقولي له انا عايزه فلوسي من اول ما اشتغلت. لا اما كده لا اما هفضحك وتطلقني كمان. ماجد، تسمح تديني كارت الفيزا بتاعي ومرتبي كله من اول ما اشتغلت. انت من ساعه ما خدت الكارت ومرتبي وانا ما اعرفش عنهم حاجه. جرى ايه يا نرمين؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ومالها بقى طريقتي؟ انا بطلب حقي. انا مش ملزمه ان اصرف عليك ولا على البيت. انا بشتغل عشان نفسي وبس. تصرفي عليا وعلى البيت؟ وده مين بقى اللي قال كده ان شاء الله؟ ولا فهمك كده؟ يا حبيبتي انا اللي بصرف عليكي وعلى البيت ده، عشان دول مسؤوليتي. ومرتبك انا بحوشهولك. وانا ايش ضمني ان كلامك صح؟ ما يمكن بتقولي كده وبتاخد فلوسي كلها من ورايا. هو انا يعني كنت شفت حاجه؟ هي وصلت لكده؟ خلاص يا ستي، انا بكره الصبح هروح البنك واجيب لك فلوسك كلها. بس من هنا للصبح ما تتكلميش معايا خالص. نرمين، اتفضلي. ادي كارت الفيزا بتاعك، وادي فلوسك من اول ما اشتغلتي، وادي كمان ايصالات البنك. وعلى فكره هتلاقي فلوسك زايده شويه، لان كل ما كان بيبقى معايا فلوس زياده بروح احطها لك في حسابك، لاني كنت عايزه اعمل لك مفاجاه بس انت بوظتيها. انا كنت متفق مع اسامه صاحبي، لان حماه جواهرجي كان هيعمل لك خاتم الماظ مفاجاه. على فكره ادي الرسائل اهي كمان على التليفون ما بيننا. على فكره يا نرمين، انا مش حرامي. انا كنت عايزه اعلمك انك تحوشي. انا مش عارفه اعمل ايه. انا شكلي ظلمت ماجد. وانت طبعا صدقتي الفيلم ده. ده هتلاقيه يا حبيبتي عمل كده عشان انت بس زنقتيه في الكلام. حرام عليك يا ماجدة. انا ساكت ومرضتش اتدخل من بدري، بس كده ظلم. ماجد راجل محترم. نرمين، روحي بيتك يا بنتي وما تسمعيش كلام امك. ما تسمعش كلامي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هو مش انا امها؟ واكتر واحده بخاف عليها وعايزه مصلحتها. طب ايه رايك ما انتش مروح وهتقعدي هنا لغايه ما هو يجي ويصالحك؟ وبعدين يا بابا، انا بقالي اكتر من 10 ايام وماجد ما اتكلمش ولا سأل. ومش هيتكلم يا بنتي، انت اللي غلطانه. اسمعي، انا هكلمه واقول له يجي. ازاي حضرتك يا طنط؟ اهلا. انت لسه فاكر تيجي؟ ايه ما صدقت ترمي مراتك كده؟ انا ما رميتش حد يا طنط، ومحدش قالها تمشي وتسيب البيت. انت عايزها تقعد في بيتك بعد ما خدت فلوسها؟ على فكرة اوعى تكون افتكرت ان الفيلم اللي انت عملته دخل عليا. لا، انا بنتي بتشتغل وهي حرة في فلوسها، تحوشها تصرفها، ان شاء الله ترميها ولا تطيرها، ملكش دعوة بيها. على فكرة يا طنط، فلوس نرمين انا زودتها لها. وبعدين فيلم ايه يا طنط اللي انت بتقولي عليه دخل عليكي ده؟
لو سمحتي بقى ما تتدخليش ما بيني وبين مراتي. انا حر في بيتي، ومن حقي اما اشوف حاجه غلط ما اسكتش واحاول اعدلها. تعدلها ولا تقلبها؟ كفايه كده بقى غلط، انا مش هسمح بكلمه تانية زياده. ويا ترى نرمين موافقاكي على الكلام ده؟ ايوه، انا بنتي موافقه على كل حاجه انا بقولها. على فكره يا طنط، انا ما جيتش هنا الا لما عمي كلمني. وعموما خلاص الموضوع انتهى، ورقه بنت حضرتك هتوصل لك. عاجبك كده يا ماما؟ اه، هيطلقني بسببك. ايه يعني في داهيه؟ اهم حاجه شغلك ومرتبك. وكمان تعالى هنا، انت ايه اللي خلاك تكلمه؟ كفايه بقى، عماله تزعقي في الكل. في ايه؟ الراجل محترم ومتربي وصايم بنتك، وكمان ما ردش على اهانتك ليه. حرام عليكي. بصي يا بنتي، ارجعي بيتك وحافظي على جوزك، وما تسمعيش كلام امك، ولا تحكي حياتك ولا اسرارك لحد. ماجد، انا اسفه، ارجوك سامحني. انا خلاص يا حبيبي، عرفت غلطتي، وعمري ما هدي وداني تاني لحد، ولا اسمع كلام حد تاني، وحياتنا بينا وبس. ارجوك سامحني. مش عيب انك تتكلمي مع مامتك يا نرمين، بس لازم يكون عندنا حدود، ويكون عندنا عقل نعرف نميز بيه الكلام. عندك حق يا حبيبي، وانا خلاص اتعلمت الدرس. ولكل زوجة لازم نعرف ان اسرار بيتك ما ينفعش تطلع براه. حافظي على بيتك وعلى جوزك. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكم قوي.